السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فول اللي هو اللي متقشر ده. الفول المتقشر ده كنت غسلاه ونقعته في المية زي ما حضراتكم شايفين كده، بينطبخ بدمعة، بيبقى ولا اطعم من كده، بيبقى جميل جدا. طبعا هعمله قدامكم اهو. بتسبكيله عادي، بتحطوا الفلفل بهارات كلام من ده اهو، بتغسليه وتنقعيه في الميه اهو يوم كامل اهو. بس ما تطبخيه زي اللوبيا كده، والله العظيم بيبقى زي العسل. بسم الله ما شاء الله. بتقطعي بصلايه كبيره اهي. طبعا انا حطيت معلقه سمنه كبيره اهي. طبعا بتحمري البصله. طبعا بسم الله ما شاء الله. بتاع البصله وتكوني محضره مقطعه توم ومدقاها هي، وشويه توم وفلفل. حط فلفل ان شاء الله مع الصلصه، ضربه طماطم، ومجهزه حاجتي اهي، ونطره شطه مثلا بدقه شطه بتوم برضه. طبعا بتقلي البصله، يعني بتصفريها، يعني ايه، تسبيكه الطماطم بالظبط اهي. طبعا يا حبيبي اول ما تفتح يعني تتحمر شويه، وهرجع لكم بامر الله. حط التومه، حط معلقه توم اهو. بسم الله ان شاء الله، اللهم صل على النبي. طيب رجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا البصله احمرت خالص اهي اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، حمرتها اهي. بتحط بقى ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. صلصه اهي. طبعا بتحطي الصلصه حضراتكم اهي اهي. طبعا معاها فلفل قصدي الثوم فلفل وثوم بس اهو. بسم الله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. طبعا ايه، اول ما الصلصه تتسبك طبعا هعلي عليها اهو. انا تحط لهاش ملح، انا حطيت بس اللهم صل على النبي حطيت توم والفلفل. ما تحطيش ملح ليه؟ لان اللهم صل على النبي طبعا الفول لو حطيتي له ملح ما يطبش قد كده، يبقى تبص تلاقي الفوليه يعني نيه، يعني ما بتطبش على طول، ما تطبش معاكي زي اللحمه كده واللوبيا الفاصوليا. ما تحطلهاش على طول ملح عشان تطيب. اول ما تبص تلاقيها قربت تطيب تن حاطه لها الملح مع الصلصه. طبعا يا حبايبي انا هسيبها تتسبك دلوقتي وارجع لكم تاني يا حبايبي. رجعت لكم طبعا يا حبايبي. طبعا التسبيكه بتتسبك اهي. بنزل الفول من غير ملح، حطيت يا دوبك الفلفل يا دوبك والثوم وكده وخلاص. بتنزليها لما تستوي، لما تلاقي الفول استوى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. والله العظيم يعني بسم الله ما شاء الله، بتكليف بيبقى جميل جدا. طبعا انا ايه، بنزل الفول اهو. بسم الله. نزليه كله وبسلق طبعا الرز في ريحه اهو. بسلق شويه رز في ريحه بتكليب الرز بالمخلل. والله ما في اطعم من كده، يعني يشبه اللوبيا فاصوليا، بس ما بتحطيش ملح. زي كانك لما بتيجي تدمسي الفول المدمس اللهم صل على النبي اهو. بسم الله اهو. بص واحمر وجميل اهو. طبعا اللهم صل على النبي. انتوا شايفين اهو. هتسيبيه فيه، وبعد كده لما يتسبك خالص زوديه ميه سخنه. بعد كده لما تلاقيه بدا يطيب تحطي له الملح. طبعا غسلت الرز حطيت له الملح
ومعلقه زيت وحبه سمنه صغيرين، واسيبهم بقى ايه ان شاء الله يستوي، وهنرجع لحضراتكم. طبعا هغطي الحلل اهو اهي، اللي هي اللهم صل على النبي التسبيكه كله اهو يا دوبك تستوي، ونرجع لحضراتكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا الفول اللي هو متقشر اللي هو استوى اهو، بسم الله ما شاء الله، مفيش اطعم من كده والله، وريحته جميل ومغذي زي اللحمه، واحسن من اللحمه كمان اهو، بسم الله ما شاء الله. والله العظيم انا عاملاه ريحته جميله. طبعا انت بتعملي منه طعميه وبصاره وبدمعه برضه، فانا طبعا عملته زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. والرز اهو طيبناه اهو والمخلل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.